مسائل الوورد بروبلم بتقابلك بشكل كبير جدا في امتحانات الاي اس تي والسات والاكت، لان المسائل دي هي الاصل بتاعه الشغل كله. لان انت اوريدي لو انت طالب اوريدي جاي من تحويل ناشونال سيستم او اي جي سيستم، هم ما بيهتموش بشكل كبير جدا بالوورد بروبلم، ولكن في الامريكان المحور الاساسي بتاع الشغل بتاع الماث هو الوورد بروبلم. عشان كده دايما الاولاد مش متعوده على الوورد بروبلم بشكل كويس. ركز معايا في الفيديو دوت، لان انا هوريك مساله ازاي بتعمل رايت الايكويشن او الرايت لينير ايكويشنز بشكل فيري بروفيشنال، وازاي اطلع لك الويكنس بتاعتك من الشغل بتاعنا دلوقتي. يعني انا ازاي هطلع لك الباسورد، ازاي بتقدر تطلعه، وازاي في بعض المدرسين بتتلافى انك تطلع لك الباسورد دوت. يلا بينا يلا بينا. بص يا سيدي، هنا if a sales person قال لك receive a base pay of 800 EGP per month. طيب وقال لك add 5% commission sales on the sales. خلاص commission sales. What is the equation relating sales A and the monthly income become B؟ ده معناه ايه يا جماعه؟ يبقى انا دلوقتي انا عندي ال 800 ده قال لك بير مانث، يعني لو انا هنا مثلا يعني هنا المفروض لكل ايه؟ لكل شهر. خلاص؟ طيب هنا المفروض قال لك 5% كوميشن. كوميشن على ايه؟ على السيلز اللي هو اوريدي هياخده. طب انا هنا لو انتوا لاحظتوا هو بيقول لك مانثلي، كلمه مانثلي يعني ده ب1 مبدئيا يعني عشان بالشهر. قال لك 5% of the sales، هو بيقول لك ساعتها السيلز equivalent to A، يبقى غصب عنك ده هيبقى equivalent to A. قال لك هنا البي ده يعتبر المانثلي انكم، وبالتالي يبقى الانسر هنا هيبقى بالمنظر دوت. اصبح بقى البي ايكوالز 800 بلس 5% A. ال 5% دي معناها 5 over 100 اللي هي اصلا عباره عن 0.05، وبالتالي انهي انسر من دول هتكون صح؟ لازم هتبقى B equal 0.05 A بلس 800، يعني الانسر equivalent to B. يبقى الباسورد والكي ووردز بتاعت المساله دي ان فكره ان هو لما يقول لك 800 اي جي بي بير مانث، وده يعتبر كونستنت فيز او انيشيال او ثابت، ده بيتحط وبعد كده بنحط بلس كام؟ بلس ال 5% من السيلز which is represented by A، فيطلع الانسر بمنتهى السهوله ان البي ايكوال 0.05 A بلس ال 800 عشان هو قال لي بير مانث. فالموضوع بقى سهل جدا جدا. لو انت عايز مسائل من الرايت ايكويشنز، واعتقد المسائل دي هتبقى انتوا حابينها بشكل كبير جدا خلال الفتره اللي جايه ان انا اشتغل عليها، اعتقد هيبقى شيء كويس جدا ومهم جدا ليك. لو عايزين مزيدا من الفيديوهات ابعت لي على الواتساب، حدد الدرس اللي انت عايزه وانا دايركتلي هجاوبك بفيديو باذن الله. اشوفك دايما على خير، معاك امير حميد. Maths House Institute for American Diploma.